في ستات لما جوزها يزعلها تتربس دماغها كده وتقول لك لا بقى انا مش هسامحه ومش هصالحه غير لما يعتذر لي ويقول لي انا اسف، ويجي كده راكع ويقول لي انا اسف. يا ست الكل يهديكي يرضيكي، الراجل مش بيعتذر، او بمعنى اصح صعب على الراجل ان هو يقول كلمة انا اسف. صعب ان الراجل يجي يعيط كده ويقول لك سامحيني انا اسف، مش هيعمل كده. ليه؟ علشان الراجل دايما بيشوف ان هو القائد، هو الليدر، هو المسؤول عن البيت، هو المسؤول عن الأسرة. ما ينفعش يبقى في موقف ضعف، ما ينفعش كده يقعد يعيط ويقول انا اسف سامحيني والكلام ده كله. ما بيعرفش يعتذر اعتذار لفظي، لكن ممكن قوي عند كتير من الرجالة يعتذر اعتذار غير لفظي. يعني ايه؟ يعني مش لازم يقول انا اسف، بس ممكن اول حاجة يعملها لك انه مثلا يعتذر لك عن طريق انه يقدم لك خدمة. يعني مثلا تبقي نايمة كده تصحي في أمانة الله كده تلاقي المطبخ بيلمع، تلاقيه غسل لك المواعين، تلاقيه نظف لك الحوض، تلاقيه مسح البوتاجاز. مسح البوتاجاز يا جماعة أهم بكتير قوي، أهم بكتير قوي من إنه يقول لك أنا آسف. اسألين أنا، يعني ستات كتير مش أنا بس، يعني كل الستات يمسح البوتاجاز ولا يقول أنا آسف؟ لا طبعا يمسح البوتاجاز، البوتاجاز أهم. فبمعنى أصح إن لما تلاقيه بيعمل لك خدمة مش من واجباته، صحى هو النهارده فطر الولاد، صحي اخد عربيتك حط لك فيها بنزين، بيعمل لك حاجه كده، افهمي ان هو بيجر ناعم. فيعني خلاص بيقول لك انا اسف بالطريقه. يعني تاني طريقه، التلامس الجسدي، مش شرط خالص علاقة خاصة. يعني ممكن مثلا تبقي قاعدة كده تتفرجي على التلفزيون كده في أمانة الله، تلاقي حد جه حضنك، ما تتخضيش ده جوزك، بس هو بيقولك أنا آسف بالطريقة دي. يعني هو مش قادر يقولك أنا آسف، بس بيحضنك، بيطبطب عليكي، بيمشي إيده على شعرك، بيمسك إيدك، الكلام ده هو بيقولك بالطريقة دي أنا آسف. يعني بلاش بقى تربسي دماغك، عشان أنا عارفة الستات الذكية وتقولي له لا ابعد عني، انا مخصمك، انا مش طايقاك، ابعد عني، انت بتضحك عليا، انت بتصالحني بالطريقه دي. هو بيجر ناعم زي ما بيقولوا كده، وبيحاول ان هو يصالحك. فحاولي تتقبلي الاعتذار وما تصعبهاش، يعني الموضوع مش ناقص، هي الحياه صعبه لوحدها، فبلاش نصعبها على بعض. واخر حاجه يا جماعه هي الهدايا. يطلع عليكي بوردة بفلة بفجلة مش هتفرق. هو عايز يعتذر لك بالطريقة دي، خدي يا حبيبتي جبتلك حاجة. فبرضه بلاش تتربسي دماغك وتقولي له اه انت بتضحك عليا بحتة وردة، انت بتضحك عليا، هو انت تزعلني امبارح وتيجي النهاردة تجيب لي وردة؟ برضه نسهلها على بعض يا جماعة عشان هي مش ناقصة. برضو زي ما قلت للستات تكبر دماغها وتفوت لما الراجل يعتذر بالطريقة دي، برضو بقول للراجل لما يكون الجرح كبير ساعتها يفضل انك تقول انا اسف. يعني كلمة اسف مش بتقلل منك خالص، بس ممكن تعتذر بالطرق دي لو الموضوع بسيط. لكن انا جرحت مراتي جرح كبير قوي، يفضل انك تقول انا اسف، لان على قد ما هي اتجرحت قوي برضو الاعتذار لازم يكون يليق بيها. وزي ما قلت للستات نسهل على بعض يا جماعة، ونتقبل الاعتذار وما ننكدش على بعض، ونسهل الدنيا كده عشان هي ايه مش ناقصة.